سيول ورزازات، العثور على جثة فتاة مفقودة. السلام عليكم ورحمة الله. في حادثة مأساوية هزت سكان إقليم ورزازات، تم العثور زوال اليوم الاثنين على جثة فتاة كانت مفقودة منذ يوم الجمعة الماضي، بعد أن جرفتها مياه أحد الأودية في دوار إيماسين التابع لجماعة إغرب نقدال، وذلك بعد يومين من العثور على جثة عمتها في المنطقة نفسها. ووفقا للمعلومات الأولية، فإن الضحيتين كانتا تقومان بسقي أراضيهم الزراعية عندما باغتتهما السيول المفاجئة، مما أدى إلى جرفهما. وقد تم العثور على جثة الفتاة بعد حوالي 10 كيلومترات من المكان الذي عثر فيه على جثة عمتها قبل يومين. وكانت السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية استنفرت فرق البحث والإنقاذ فور الإبلاغ عن فقدان الضحيتين، واستمرت عمليات البحث طيلة هذه الأيام في ظروف صعبة بسبب قوة التيارات المائية وطبيعة المنطقة الوعرة. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على خطورة الفيضانات المفاجئة في المناطق الجبلية والريفية، خاصة خلال موسم الأمطار، وهو ما تدعو السلطات المحلية السكان إلى توخي الحذر الشديد بشأنه والابتعاد عن مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار الغزيرة. رحم الله الفقيدتين ورزق أهلهما الصبر والسلوان. إلى هنا أدعوكم إلى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.